صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. القطاع الزراعي في مصر بيمثل 11.3% من الناتج القومي لمصر. مصر دولة زراعية وقديمة. الشكل بتاع الزراعة والتطور بتاع الزراعة مر بمراحل مختلفة. أول مرحلة حصلت فيها الزراعة وهي الزراعة التقليدية، نزرع في الأرض عادي، الموسم، الوقت، مع درجة الحرارة، مع الأمطار، مع المية، مع الشمس، يبقى هنزرع المحصول ده. بدأ يحصل بعد كده تطور وزراعة اسمها الزراعة المحمية، يعني ببتدي أغير شوية في الظروف، إن أنا أرفع درجة الحرارة وأقلل درجة الحرارة، بس بستخدم نفس التربة، وهي بدأت الجزء الخاص بالصوب. بعد كده بدأ يحصل عندي الجزء تطور شوية لهذه الصوب. طب ما تيجي ما نحطهاش في الأرض، ما تيجي نحطها في المية، اللي هو نظام الهيدروبونيك. بيبقى النبات كل الجذور بتاعته موجودة في المية. بعد كده بقى في حاجة اسمها الأكوابونيك، اللي هي إن أنا بزرع على المية ومخلفات السمك عشان أبتدي أحول الأمونيا عندي لنترات. بعد كده بدأ يحصل تطور تاني وهو اسمه الهيدروبونيك أو السيمي هيدروبونيك. السيمي هيدروبونيك ده بقى قال لك لا، احنا هنزرع في مية فيها مغذيات ومعالجة زي اللي بيحصل في الهيدروبونيك، نفس الفكرة، بس مش هتبقى الجذور في المية عشان المشاكل بتاعة الPH، فهيبقى في حاجة اسمها التربة البديلة. فكرة التربة البديلة هي مش زي التربة العادية، لا، أنا مش زارع في نفس مستوى الأرض، أنا عامل كونستراكشن وإنشاءات جوه الصوب، وعامل أماكن للزراعة، وابتديت إن أنا أحطها في التربة البديلة. في مراحل التطور ده اللي حصل إن إنتاجية الأرض بدأت تزيد من الزراعة التقليدية. بعد كده الهيدروبونيك زاد الإنتاجية أكتر، الأكوابونيك زاد أكتر. اللي بيجيب أعلى الآن هو السيمي هيدروبونيك، تربة بديلة ومية فيها مغذيات. طيب، هل هي بتنفع في كل أنواع النباتات؟ لا، ما تنفعش في كل أنواع النباتات. يعني أنا مش هقدر أزرع فيها نخل، مش هقدر أزرع فيها شجر، لكن هي بتنفع قوي فين؟ بتنفع في الورقيات، الزراعة الورقية. في كمان الزراعات اللي هي زي بتاعت الطماطم، زي الفلفل، بدأ يحصل فيها تطور، وتقدر تشيل كمان الزراعات اللي هي المتسلقة، تقدر ان انت تزرعها فيها. طيب، مين النبات المناسب؟ طب النبات ده ايه افضل تربه؟ ما خلي بالك اللي احنا قلنا السيمي هيدروبونيك هي اللي بقت بتجيب اعلى انتاج، بس التربه ليها مواصفات معينه، الميه ليها مواصفات معينه، درجه الحراره في الصوبه ليها مواصفات معينه، المغذيات اللي بتضيفها ليها مغذيات معينه ليها علاقه بكل نبات. طب هقدر اتعلم ده ازاي؟ هقدر اضيف ده ازاي؟ الحمد لله احنا في مصر الفتره اللي فاتت بدأ يحصل جزء كبير من النو هاو دي تبقى موجودة في مصر، فبدأ يبقى في شركات متخصصة في كده. ويمكن قبل كده اتكلمنا عن واحدة من هذه الشركات زي هيدروفورم، ان هي بتقدر تشتغل سواء في الهيدروبونيك او السيمي هيدروبونيك بشكل كبير جدا، كمان بالكونستراكشن، بكل الماتيريال متصنعة في مصر، بكل البايب، المواسير، كل الأحواض اللي هتستخدمها متصنعة في مصر. أو اروح لجمعيه احمد عرابي اللي موجوده في طريق الاسماعيليه، بقت في مزارع هناك متخصصه في الهيدروبونيك والسيمي هيدروبونيك والاكوابونيك، هتتعلم منهم كتير، هتعرف ايه الفرق بينهم، هتعرف ان الزراعه اللي انت عايز تزرعها دي انه نوع مناسب ليها. الاهم ان كل الزراعات دي اللي احنا بنتكلم فيها في الهيدروبونيك او الاكوابونيك او السيمي هيدروبونيك بشكل كبير هي ما بتستخدمش خالص تماما المبيدات، فهي كلها اورجانيك، بنستخدم مغذيات، فالنبات بيطلع كويس، الانتاج بتاعه بيكون كويس. فدي بتعمل حاجه اسمها الاد فاليو او القيمه المضافه بتاعه النبات. يعني نفس الخس لو زرعته في السيمي هيدروبونيك بيكون ليه سعر، ونفس الخس لو انا زرعته في الارض العاديه ليه سعر مختلف تماما. القيمه للزراعه الان في الورقيات في السيمي هيدروبونيك بقت بتجيب فلوس كتيره. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.